السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله. هنتكلم في الفيديو النهاردة بتاعنا عن عشبة مهمة جدا. العشبة دي بتكون مهمة جدا لتأسيس الفراخ البلدي البياض. الفراخ البلدي عندنا ان بتعدي شهرين او بتعدي شهرين ونص. كنت بستعمل لها اعشاب عشان زيادة انتاج البيض، وبستعمل ليها اعشاب عشان تأسيس عنقود البيض. طبعا احنا استخدمنا حاجات في الفيديوهات اللي قبل كده للفراخ البلدي البياض. استخدمنا حاجات جميلة، حاجات مفيدة، حاجات كانت ممتازة جدا للفراخ دي. استخدمناها من اول يوم في دورة الفراخ البلدي البياض. الحاجات اللي احنا استخدمناها دي كانت عشان خاطر الكالسيوم، عشان خاطر البيض يكون كبير والبيضة ما تكونش طرية كده، اللي هو البيض البريشت. بنهتم جدا بالكالسيوم في اول فترات الفراخ البلدي. كل الحاجات دي بنعملها للفراخ البلدي بتاعتنا من اول عمر يوم. يعني اما بيكون عندها يوم واحد بس بنبدأ نعمل لها الحاجات دي عشان نأسس عنقود البيض عندها، وعشان الكالسيوم، وعشان اما البيض يكون البيض بتاعها كبير كده وحلو وما يكونش فيه مشاكل. ونبدأ الدورة بحاجات مفيدة للفراخ البلدي البياض عندنا، عشان الفراخ بتاعتك تبشر بيض، عشان البيضة تكون كبيرة كده ومش ضعيفة، ما تكونش بيضة بريش. في ناس طبعا كتير بتقول ان الفراخ بتاعتها باضت، وبعد شهر او شهرين او فترة بسيطة جدا من البيض بتلاقي الفراخ بتاعتها قطعت بيض. فبتسأل ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت اصلا ما اسستيش عنقود البيض بتاع الفراخ، ما اسستيش الفراخ بتاعتك كويس، ما حطيتيش لهم الحاجات اللي بتكون مهمة، والحاجات اللي بتنشط عندهم عنقود البيض. ودي نقطة بتكون مهمة جدا عشان فراخك البلدي البياض بتاعتك تكون كويسة وانتاجها في البيض كويس. لازم تهتم بيها من اول يوم في الدورة. تهتمي بالاعشاب، تهتمي بالحاجات الطبيعية، تهتمي ان انت تأسسي ليهم عنقود البيض عشان البيض يبقى كويس. وده اول نقطة اي حد بيغلط فيها اما بيربي فراخ بلدي، ان هو بيعلفها وخلاص. لا، احنا لازم نشوف ايه الحاجات اللي بتأسس عنقود البيض عندهم. النقطة التانية لازم تهتمي بيها برضو هي نوعية الفراخ. الفراخ دي عندها اللي انتوا شايفينها قدامكم دول مر عليهم سنتين، وفي جزء منهم مر عليه 3 سنين. الفراخ في السنة الأولانية والتانية والتالتة البيض بتاعهم بيبقى كويس، لكن بعد 3 سنين بيبدأ إنتاج البيض يقل عند الفراخ البلدي. فالمفروض بقى ان انت بتتخلصي من القطيع دون وتبدأي بقى تربي تاني، اما ان انت بتذبحيهم او بتبيعيهم حسب راحتك انت. بعد كده في انواع فراخ ما بتبقاش اصلا للبيض، ودي نقطة لازم تخلي بالك منها، ان في فراخ بتبقى اصلا للبيض وفي فراخ اصلا بتكون للتسمين. الفراخ اللي ما تجيبهاش ابدا لانتاج البيض اللي هي الفراخ الجميزة الهجين، الفراخ الفيومي، الفراخ الساسو، طبعا الفراخ البيضة. الفراخ دي كلها اصلا للتسمين. الانواع دي خالص ما بتكونش الانتاج البيض، زي ما قلنا الجميزة الهجين، الفيومي، الفراخ الرزي، الفراخ الساسو، الفراخ البيضة. بستغرب اول ما ناس تكون عايزة الفراخ البيضة بتاعتها تفضل تكبرها وتقول عشان انتاج البيض. لا، هي في البيض ما بتكونش كويسة، لان هي تهجينها اصلا معمول للتسمين. الفراخ اللي بتكون لإنتاج البيض بتحس ان هي فراخ ما بتاكلش كتير، تقدر تأكليها أكل البيت بمجرد ما يعدي عليها شهر. الفراخ البلدي وهم لسه صغيرين في الشهر الأولاني بتأكليها علف سمسم أو العلف البادي اللي هو بيكون نسبة البروتين فيه 23%. الشهر التاني والشهر التالت برضو للفراخ بتأكليهم العلف المرحلة التانية اللي هو نسبة البروتين فيه بتكون 21%.
اول ما يبداوا بقى يتموا 3 شهور 90 يوم بالظبط بتبداي بقى ان انت تحط لهم العلف البياض. سواء كان علف بياض تركيز 18% او 16%، مش هتفرق خالص. انت بقى بتبداي تاكليهم اللي هو العلف البياض. العشبة بقى بتاعت النهاردة اللي انا بحطها عشان الفوائد بتاعتها. العشبة دي الفوائد بتاعتها مهمة جدا. عشبة كده متوفرة، موجودة عند اي عطار، تمنها رخيص مش غالية. العشبة دي فيها مميزات كتير جدا. مميزات العشبة دي انها مضادة للالتهابات، مضادة للحساسية. العشبة دي مهمة جدا لتأسيس عنقود البيض. برضو العشبة دي بتأسس عنقود البيض، بتزود انتاج البيض. لو عندك فراخ كبيرة زي دي بقالها سنة او سنتين، العشبة دي بتكون مهمة جدا ليها. هي بتعمل ايه في الفراخ الكبيرة اللي بتبيض؟ بتطرد الطفيليات وبتطرد الفطريات. عشان كده كل الطفيليات والفطريات اللي في جسم الفرخ بتمنعها. لما بيكون الفراخ عندك كبيرة في السن بيبدأ بيكون عندها طفيليات وفطريات، فما بتديهم العشبة دي بتمنع عنهم الطفيليات والفطريات. لان الطفيليات والفطريات لما بتكون موجودة في جسم الفراخ بتاعتك بتمنعها من انتاج البيض. فالعشبة دي بتكون مهمة جدا عشان بتطرد الفطريات والطفيليات من الفراخ الكبيرة في السن، الفراخ اللي عدى عليها سنة او سنتين. العشبة دي فيها فوائد كتير جدا للطيور، فيها بوتاسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها كالسيوم، والحاجات دي اساسي عشان زيادة انتاج البيض. فيها فيتامين سي، فيها كولاجين، علشان كده الكولاجين اللي فيها بيخلي جسم الفرخ كده حلو. ممكن تستخدميها للفراخ العشبة دي من عمر شهر. العشبة دي فيها فيتامينات، فيها معادن مهمة جدا، فيها بروتين، فيها دهون، فيها الياف، فيها فيتامينات ومعادن كويسة جدا. زي ما قلنا فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم، فيها احماض زي حمض الفوليك، فيها فيتامين سي، فيها فيتامين كاف وفيتامين الف. فيتامين كاف وفيتامين الف دول مهمين جدا للفراخ بتوعك. لو عندك فراخ البيضة بتكون محشورة فيها، او فراخ بتبيض بيضة وبتحسي ان البيضة كده فيها دم او عليها دم من بره، ده اما بيكون بتدي لهم العشبة دي بيكون فيها فيتامين الف وفيتامين كاف. فيتامين الف وفيتامين كاف هو اللي بيمنع البيضة ان هي تتحشر في جسم الفرخة. برضو بيمنع ان البيضة تكون مدممة او عليها دم كده اما الفرخة بتبيضها. كمان العشبة دي بتظبط الفراخ جدا. العشبة دي جميلة جدا، بتخلي الفراخ كده عندها نشاط وحيوية. زي ما قلنا بتطرد الطفيليات، بتخلي شهية الفراخ كده مفتوحة على طول للأكل. في حاجات برضو انت ازاي تعرفي ان الفرخة قربت تبيض؟ ده سؤال مهم جدا. اما تلاقي الفرخة كده العرف بتاعها احمر، تلاقي العرف كده احمر وشكله حلو، دي تعرفي ان الفرخة قربت تبيض. يعني لما يكون عندك فراخ وعايزة تعرفي الفراخ ده قربت على البيض ولا لأ، بتلاقي الوش بتاعها العرف بتاعها احمر، بتلاقي الودان والوش والانف والجبهة بتاعتها كلها بدأت تحمر. اول حاجة برضو بتتأكدي ان هي قربت تبيض، بتلاقي الحصالة بتاعتها كده مليانة اكل وبتكون مركونة على جنب. الحصالة بتاعتها بتكون مركونة على جنب، تعرفي ان هي بدأت تقرب تبيض. طب الفراخ عامة ميعاد البيض بتاعها بيكون امتى؟ احنا قلنا ان الاضاءة مهمة جدا عشان انتاج البيض. فالفرخة اما بيكون يعني انتي مبيتاهم مثلا في الضلمة او قفلت النور عليهم اما بيتيهم بالليل، فده بيكون غلط جدا. لان الفرخة بتبدأ تبيض من غروب الشمس كده، وبتبيض عند شروق الشمس وعند غروب الشمس، يعني بتبيض الفجر كده وبتبيض العصر. فالمفروض انتي تقيدي لهم اللمضة بالليل عشان خاطر البيض، وتحط لهم اكل برضو بالليل. لكن انت لو مثلا هتصحي في الفجر وهتطلعيهم تاكليهم، ممكن تطفي عليهم النور بالليل وتبداي بقى تطلعيهم في النور كده بتاع ربنا. فهتلاقي الفراخ عندك انتاجها في البيض كويس جدا. طيب هنرجع بقى للعشبة بتاعتنا اللي قلنا عليها اللي فيها كل المميزات دي. العشبة بتاعتنا دي هتعمليها ازاي؟
هتجيبي كوباية كده من المرمرية. العشبة بتاعتنا يا جماعة هي المرمرية. المرمرية عشب كده موجود عند العطار. هتجيبي العشبة دي وتاخدي منها كوباية. اول حاجة هتجيبي العشبة، تاخدي منها معلقة كبيرة من المرمية، وتحطيها في لتر مية وتغليها. وبعد ما تغليها لمدة 5 دقايق تغطي عليها. وبعد ما بتبرد طبعا بتصفيها. بعد ما بتصفيها بتاخدي كوباية كده كل يوم منها، اسبوع واسبوع لا. الكوباية اللي بتاخديها بتحطيها على لتر مية. بالنسبة للطيور تحطيها للطيور اسبوع واسبوع لا. عشبة المرامية مش مفيدة برضو للطيور بس، هي مفيدة برضو للإنسان، وخاصة النساء، لأن هي بتضبط الهرمونات عند السيدات. فهنلاقي ناس كتير بتجيبها من عند العطار وبتشربها عشان المغص بتاع الدورة الشهرية. دي العشبة الجميلة اللي حكينا عنها النهاردة، عشبة مفيدة جدا للطيور. زي ما قلنا ان انت اهتميتي بالطيور بتاعتك في التغذية، اهتميتي بيهم ان انت جبتي نوع كويس لانتاج البيض، بتمشي على الوصفات والخلطات الطبيعية. وزي ما قلنا عشبة المرامية دي مفيدة جدا للطيور. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناة. ولو اول مرة تشوفي قناتي خشي خديلي الجولة في القناة. لو عجبك محتوى القناة بتاعي اتمنى ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.